كلنا عارفين جليسة الأطفال وجليسة المسنين، لكن حد قبل كده سمع عن جليسة الشقة؟ أيوة، جليسة الشقة دي كل وظيفتها إنها تقعد في الشقة 3 شهور وتاخد 12,000 دولار. دي وظيفة الأحلام لينا كلنا، وأنا أولكم طبعا. بس بطلة الرواية بعد ما بتستلم الوظيفة ب6 أيام بتصحى تلاقي نفسها في أوضة جوه مستشفى، وما فيش على لسانها غير أنا مش هرجع الشقة دي تاني. فيا ترى إيه اللي حصل معاها؟ أهلا بيكم يا أصحابي الحلوين، أنا مبسوطة جدا بتفاعلكم مع القناة، ويا ريت اللي مشتركش يشترك. النهاردة هتكلم عن رواية اقفل كل باب لرايلي ساجر، وإن شاء الله يعني شرحي للرواية يعجبكم. جولز اللي فقدت عيلتها كلها بدءا من اختفاء أختها جين في ظروف غامضة وانتحار أبوها وأمها حزنا على اختفاء جين، بتقرر تستلم وظيفة الأحلام في المبنى القديم في نيويورك، واللي كانت أختها جين بتحلم تسكن فيه لأنها قرت رواية قلب حالم لجريتا مارفل. ورغم تحذيرات كلوي صديقة جولز إن المبنى ده سمعته سيئة وعليه كلام مش لطيف، جولز بتقرر إن هي تستلم برضو الوظيفة لأن عليها ديون كتيرة جدا، وبتروح تقابل ليزلي المسؤولة عن توظيف الموظفين في المبنى. والست دي شديدة جدا جدا جدا، والمبنى ليه قواعد صارمة جدا لأن اللي ساكنين في المبنى كلهم يا كبار سن يا مشاهير. من ضمن القواعد دي إن هي ممنوع تستقبل أي حد من بره المبنى وتدخله الشقة عندها، وممنوع تبات بره الشقة وحتى لو ليلة واحدة بس. طبعا القواعد معمولة عشان الناس تخترقها، وطبعا جولز هتخترق القواعد. بتنبهر جولز بالدوبلكس اللي هي بقت عايشة فيه، والانبهار الأكبر بيجي لما بتعرف إن جريتا مارفن الكاتبة المفضلة ليها عايشة معاها في نفس المبنى، لكن هي بتنصدم إن جريتا دي بتتعامل معاها بطريقة وحشة جدا زيها زي باقي السكان لأنهم كبار سن ومشاهير فبيتعاملوا بعجرفة. لكن رغم كده كان في بعض الناس اللي بيتعاملوا مع جولز بطريقة كويسة، منهم البواب تشارلي اللي عوضها لما وقعت البقالة بتاعتها على الأرض وجاب لها بقالة جديدة، وجاب لها معاها كمان شوكولاتة. طيبين قوي يا خال. كمان إنجريد دي البنت اللي بتشتغل في الشقة اللي تحتيها، برضو بتشتغل جليسة شقة. بيحصل ان هما بيتخبطوا في بعض كده فبيتعرفوا على بعض، بس جولز دراعها بيوجعها فبتروح للدكتور نيك. دكتور نيك ده الشاب الوحيد اللي ساكن مش شغال، ساكن في المبنى ده. بيتعرفوا على بعض وبيعالج دراعها وتحكي له بقى قصة حياتها، وبتقول له ان اسمها الحقيقي هو جول مش جولز. طبعا هي في بوادر اعجاب كده لان هو وسيم وحليوه كده وطبيب، فيعني هي ايه بتقع في اعجابه على طول. نفس اليوم اللي جولز كانت بتتمشى فيه بره المبنى عند جنينة كده بعيدة عن المبنى، بتلاقي إنجريد البنت اللي هي خبطتها في دراعها من غير قصد. إنجريد بتصر إن هي تتعرف على جولز وتاخد رقمها وإن هما يتقابلوا تاني يوم، حتى إن هي بتقول لجولز جوجو بتدلعها. جولز يعني استغربت كده إن هو إيه الود السريع ده، لكن تقبلت الموضوع وقالت خلاص نتقابل بكرة وتمام. للأمانة جولز كانت فرحانة، ولكن في نص الليل وهي قاعدة بقى مستنية بكرة يجي عشان تقابل صاحبتها، بتسمع صرخة جاية من الشقة اللي فيها إنجريد، فبتتخض جامد وبتسيب الشقة بتاعتها وبتقوم رايحة لشقة إنجريد بتخبط عليها. شوية كده إنجريد بتفتح لها نص كده فتحة الباب، وكده باين عليها التوتر. إنجريد ده في إيه يا بنتي مالك إيه اللي حصل؟ إنجريد بتقولها لا 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 أنا كويسة، ما تاخديش في بالك، عادي خالص جدا، يلا بس تصبحي على خير، وبتقفل الباب. جولز بتستغرب من موقف إنجريد إن هي كانت بتعملها بود من شوية، إيه اللي فجأة اتغير؟ حاولت جولز تقنع نفسها إن اللي حصل عادي، ويمكن هي متوترة عشان بالليل أو حاجة، ويمكن تهيؤات الصرخة اللي هي سمعتها دي، خصوصا إن إنجريد نفت إن كان في صوت صريخ أو في أي حاجة. بيجي تاني يوم بتستنى جولز إنجريد في الجنينة لكنها مش بتيجي، تقعد تدور عليها. بتروح المبنى بتسأل تشارلي بيقول لها لا أنا ما شفتهاش. بتسأل ليزلي بتقول لها دي سابت الشغل الصبح.
سابت الشغل. طب ما قالت لهاش ليه يعني؟ واللي هيسيب الشغل ما يقول طيب بتتعرف عليها ليه؟ يعني ايه الحاجة الغريبة اللي انجريد عملتها دي؟ فجولز بتعلن حالة الطوارئ وبتقرر انها تدور على انجريد. العزيمة دي اللي جات لها ان هي تدور على انجريد نابعة من ان اختها جين لما اختفت قعدوا يومين وبعدين دوروا عليها. ليه؟ لأن جين أختها كانت من النوع اللي هو المستهتر اللي بيرجع متأخر وبيشرب وبيعمل، فلما اختفت يومين افتكروا إن هي عند صاحبتها ورجع. بعد ما عدى يومين وبلغوا الشرطة هزقتهم، قالت انتوا ليه ما طلبتوش المساعدة من الأول؟ فبقى عندها إحساس بالذنب. أول ما إنجريد اختفت جولز اتصلت بالشرطة وبلغت، فقالوا إن ما عداش وقت طويل، ثانيا دي مش من بقية أهلك عشان انتي تدوري عليها. فقعدت بقى هي تدور بنفسها، وفي الآخر بتلاقي واحد اسمه ديلن، وده برضو جليس شقة، ما شاء الله العمارة كلها يعني بيشتغل فيها ناس زي كده. ديلان ده بيقول لها ان في واحدة اسمها إريكا وواحدة اسمها ميجن كانوا برضو بيشتغلوا جلساء شقة واختفوا برضو بعد كام يوم من ان هم اشتغلوا يعني. وكلوي صاحبتها بتقول لها يا بنتي المكان ده كان فيه مصاصين دماء، وفي معرفش ناس انتحرت، وفي واحدة ساحرة قدمت قربان الخدامة بتاعتها للشياطين والكلام ده. طبعا جولز ما صدقتش الكلام ده وقالت ايه الهبل اللي صاحبتي بتقوله، وقررت هي وديلان يقعدوا يعملوا عمليات بحث يدوروا فيها على إنجريد وإريكا وميجن لعلهم يلاقوا أي حاجة عنهم. ومن ضمن عمليات البحث إن جولز بتروح ملجأ للمشردين وبتسأل فيه على إنجريد، يمكن يكون حد لقاها أو حد شافها معدية قدامهم أو أي حاجة. من الحاجات الغريبة جدا إن الكاتبة جريتا مارفن فجأة بقت بتعامل جولز بطريقة ودودة جدا، خصوصا بعد ما جولز كان في حريق كان هيحصل في المبنى وهي أنقذت كلب بتاع ست كبيرة في السن. فجريتا كده شافتها يعني إيه، بدأت تعملها كويس وعزمتها على الغداء وقعدت تتكلم معاها. الجميل بقى ان جولز لما رجعت الشقة لقت في رسالة من إنجريد. جولز فرحت جدا وقعدت تكتب بحماس وبعدين سألت إنجريد، قالت لها هو انتي ليه مشيتي؟ قالت انا صراحة كنت عايزة امشي من الاول ومعرفش ليه. طب ليه ما قلتليش؟ عشان ما كانش في وقت. طب ما انا كنت قدامك لما قدام باب الشقه، يعني انت كنت ممكن تقولي لي خلاص كنسل المشوار اللي احنا هنروحه او القعده اللي احنا هنروحها وانا قررت خلاص اسيب المبنى، لكن هي ما عملتش كده. فهنا جولز شكت فتنحت كده وبعدين قالت لها بصي هو ممكن تكلميني فويس؟ قالت لها لا صراحه ما ينفعش، اصل في ناس حواليا وده خلاص ده كده هي مش دي إنجريد. اوكي. فجولز كده اتعصبت وقالت لها طب قولي لي انت كنت بتقولي لي ايه في الجنينه، ايه اسم الدلع عشان مش فاكراه؟ قالت لها انا عمري ما قلت لك اسم دلع، انت اسمك جول مالكيش اسم دلع. هنا كده تنحت. محدش يعرف حكايه اسمها الحقيقي جول غير 3: كلوي وصاحبها القديم ودكتور نيك. هنا التليفون وقع منها كده وصرخت كده فجأة من الخضة، فضلت مذهولة ايه اللي بيحصل. الباب بيخبط. مين؟ دكتور نيك. ايه؟ دكتور نيك كان واقف عند باب الشقة وكان بيحاول يطمن على جولز ودراعها. جولز حاولت تطمنه قدر الإمكان وحاولت إن هو ما يدخلش الشقة، هو كان يعني جنتل وخلاص اطمن عليها ومشي. بعد شوية جالها تليفون من أحد الملاجئ اللي هي سألت فيها وقالوا لها إن البنت اللي بالمواصفات اللي انتي كنت بتسألي عنها موجودة عندنا. بتروح الملجأ وبتعرف إن فعلا دي إنجريد اللي كانت موجودة، بس شكلها يا عيني في حالة يرثى لها جدا وشعرها مبهدل وكل جسمها مبهدل. بتعرف إن إنجريد كان نفسها تسيب المبنى من يومين وحاولت إنها تاخد سلفة من ليزلي، لكن ليزلي قالت لها مفيش سلفة إلا بشرط واحد، وقالت لجولز انت هتكرهيني على الحركة دي بس أنا هقولك اللي حصل. كان مقابل إنها تاخد السلفة دي $5000 إن هي تعور جولز في دراعها، وكانتش عارفة السبب من وراء الحركة دي. هنا جولز تأكدت إن ليزلي كانت بتدبر إنها تقابل نيك، بس تقابل نيك ليه؟ يعني ليه الكلام ده كله؟
يعني ليه الدراما دي كلها؟ لكن السؤال وانا عماله اقرا، طب هي ليه انجريد ما قالتش لجولز وهم قاعدين في الجنينه وبيتعرفوا على بعض، على فكره انا لما خبطت فيكي كان عن قصد عشان ليزلي قالت لي اعمل كده؟ ليه ما قالتش الكلام ده؟ يعني كان حاجه برضو انجريد غريبه. يعني في حاجات غريبه اوقات في الروايه انتوا لو قريتوها هتعرفوا انه الكاتبة عايزة كده، في حاجات بتحصل بس كده. بتروح جولز المكتبة وبتعمل أبحاث حقيقية بقى عن المبنى وتاريخه وتأسس إمتى، ويطلع إن المبنى تأسس أكتر من 100 سنة قبل كده، وإن أول ما المبنى اتعمل صاحبه انتحر، وكان في ست فعلا قدمت الخادمة بتاعتها كقربان وقت ما القمر بيكون مكتمل، وإن حصل وقت الإنفلونزا الإسبانية إن في ناس انتحرت وفي ناس اختفت كتير جدا. يعني مين كمان يحلف لها على المصحف إن المبنى ده لا يصلح للسكن ولا حتى ان هي تعدي من قدامه، ولسه مصرة انها تفضل موجودة؟ انا مش عارفة ايه ده، ايه الذكاء ده كله. المهم جولز بتقرر تصلي صلاة استخارة، وبتقرر ان هي بتمشي من المبنى ده وبتطلع على طول لشقتها، بتجمع الاغراض وكل حاجة، وبتبلغ البواب تشارلي وهي ماشية على عجالة كده، خلاص خلاص انا ماشية من المبنى، قال لها اتمنى لك التوفيق وده، وبتخرج من المبنى وهي ماشية بسرعة، في حد بيخبط فيها فجأة، بتفقد الوعي. تصحى من النوم بتلاقي نفسها في أوضة في مستشفى، وجنبها دكتور اسمه فاغنر ومعاه المساعد بتاعه وممرضة، وبيهتموا بيها جدا، وبتقعد تقول لهم الحقوني أنا مش عايزة أرجع للمبنى ده تاني، أرجوكوا بلغوا الشرطة، المبنى ده مش كويس وفي ناس اختفت وفي ناس لسه هتختفي، لو سمحتوا بلغوا الشرطة. يطبطبوا عليها ويقولوا لها حاضر، واحنا بس انت بس تفوقي بس ما تتحركيش دلوقتي وكل حاجة هتبقى تمام. لما الأوضة بتاعتها بتبقى فاضية خالص بتقرر ان هي تقوم وتشوف الحياة ايه، وده خصوصا ان هي كانت عايزة يعني ايه تتحرك شوية. بتخرج من الأوضة بتاعتها بتلاقي الصالة او الرواق، اللي هو المفروض رواق مستشفى، مش رواق مستشفى، رواق شبه المبنى، الأرواق اللي في المبنى. فبتكتشف ان هي لسه في المبنى، هي مش في مستشفى، هي لسه في المبنى. وبتلاقي في وشها الكاتبة جريتا ودكتور نيك وليزلي ومعاهم دكتور فاغنر والمساعدين، وبيرجعوها بالغصب للأوضة بتاعتها. بيكشفوا بقى عن نفسهم وإن ده عبارة عن كالت منذ قديم الأزل، من ساعة ما المبنى ده اتبنى، من ساعة ما المبنى ده اتبنى، وإن هم بيعملوا زي تجارة أعضاء، بياخدوا الشباب وياخدوا أعضائهم ويقتلوهم وخلاص يعني، وعملوا الحكاية دي مع كذا حد. وبتكتشف ان هم اخدوا كليتها عشان خاطر ست عجوزه، والست العجوزه دي من البجاحه داخله تشكرها، معايا شكرا قوي يا بنتي انتي عملتي فيا جميله، والله مش هنسالك الجميله دي. طب ايه ده ايه ده بجد. والبواب تشارلي الطيوبة العسولة ده أصلا كان طمعان في قلب جولز، ليه؟ عشان بنته بتعمل عملية في القلب وكانت محتاجة قلب حد بنفس المواصفات، وجولز هي اللي كانت بتحمل المواصفات دي. مهم جولز بتتحدى الصعاب وبتولع لهم في المبنى بواسطة الغطا بتاع الغطا بتاعها في المستشفى، ودي حركة غير منطقية، جابت الولاعة من فين؟ ولعت ده أنا ما اشتريتش خالص النهاية. وبتتفضح بقى المبنى، ونيك ده وقت الحريق بيرمي نفسه من السطح، طلع هو أصلا حفيد صاحب المبنى، ومعرفش جريتا بيجيلها ذهول، وليزلي كده بتتصدم وبيتقبض عليهم في الأخير، وبيتفضح المبنى ده وبيتهد. وجولز بتبقى من المشاهير ان هي ده، ويجي لها تبرعات كتيرة جدا، وبيطلع ان 120 شاب وشابة تم اختطافهم وقتلهم واخذ اعضائهم. بتدور في الاسماء طبعا، يعني اسماء ده، وللاسف مش بتلاقي جين اختها. معرفش احنا ليه كنا متوقعين انها هتلاقي جين. بيفتح السمكة ملقاش الخاتم. الرواية دي بتعلمنا ان احنا نحذر مما نتمنى، وما نثقش في اي حد لمجرد ان هو بيعاملنا كويس وبيديلنا شوكولاتة. يعني الحياة غدارة،
وتحمل الكثير من المفاجآت. طبعا لو انتم محنكين روايات وأفلام رعب هتعرفوا ان رواية اقفل كل باب تشبه إلى حد كبير جدا رواية طفل روز ماري، والرواية دي اتعملت فيلم بديع جدا. ونقاط التشابه عبارة عن البطلة اللي بتتحمس إن هي تروح تسكن في مبنى قديم لكن هو سيء السمعة وما بتستجبش لتحذيرات الأصدقاء، وبيطلع إن في كالت بيحاول إن هو ينال من البطلة في طفل روزماري. الكالت ده كان مهمته إن هو يخلق شيطان جديد بواسطة روزماري، ربنا يحفظنا. لكن اقفل كل باب الكالت ده مهمته إن هو يسرق أعضاء الشباب. كان في واقعية في اقفل كل باب، لكن طفل روزماري كان أفضل. طبعا النقاط التشابه إن البطلتين يعني غبائهم يعشي فرح الصراحة، كل التحذيرات وكل الناس عمالة تقول لهم بلاش المبنى، بلاش بلاش، وبيكونوا مصرين إن هم يعيشوا في المبنى ده، وفي الآخر العواقب بتكون وخيمة. هتسألوني مين أفضل، اقفل كل باب ولا طفل روزماري؟ قصة، ترجمة، أحداث، كل حاجة لصالح طفل روزماري. اقفل كل باب كان فيه ثغرات كتيرة جدا وفي حاجات كتيرة جدا كانت بتقفلني أوقات من الرواية. روزماري قيمتها 5/5، واقفل كل باب قيمتها 4/5. على فكرة American Horror Story في موسم من المواسم كان بيتكلم عن أوتيل، الأوتيل ده بتحصل برضو فيه حاجات غريبة وفي كالت وفي كلام عجيب. يعني برضو لو انتوا حبيتوا طفل روزماري واقفل كل باب، المسلسل ده الموسم ده تحديدا هيعجبكم. وهو لو بحثتوا عن الموسم ده، هم واخدين القصة من أوتيل في لوس أنجلوس، فعلا سمعته سيئة وده حقيقي، واتعمل عنه وثائقي، واتعمل وثائقي عن بنت آسيوية دخلت تقعد يومين في الأوتيل ده لكنها ما خرجتش. الوثائقي مرعب جدا ومش لأصحاب القلوب الضعيفة، لكن أنا أنصحكم تتفرجوا عليه. بس كده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى ما أكونش طولت عليكم. ولو مش مشتركين اشتركوا ولايك وشير، وشكرا لكم جدا.